السلام عليكم، نتمنى يكون كلشي بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. حنا دابا كاينين في مدينة أكادير، ان شاء الله غندوز شي ايام هنايا وغندير بروغرام زوين. خليكم معايا. اول حاجه غنبدا بها هو التليفريك باش نطلعوا لاكادير وفلا. هنايا فين كيقطعوا التيكي. المهم كاينين التليفريك العادي ب 100 درهم، وكاين الفي اي بي صراحه ما عرفتش شحال الثمن ديالو. المهم غادي ندخلوا دابا باش نركبوا. صراحة منظم بزاف. وشوفوا أكادير وفلا من أجمل الأماكن الأثرية اللي كاينة في مدينة أكادير، اللي كنصحكم أنكم تزوروها. يعني كاينة واحد الفيو غزالة غادي تشوفوها من الفوق، يعني غتبان لكم أكادير كاملة. وغادي ندخلوا دابا نشدوا البليصة، ومازال ان شاء الله غندير لكم سلسله ديال الفيديوهات ديال اجمل الاماكن اللي غادي ننصحكم انكم تزوروها الا جيتوا لاكادير. المهم دابا راه غادي طالع الفوق، يعني حنا كاينين دابا لتحت وغادي نطلعوا للجبل. واحد المنظر فعلا زوين من الفوق. بالنسبه للناس اللي اول مره غادي يشوفوا القناه ديالي، ديروا ابوني، وإلا عجبكم الفيديو ديروا لايك وخلي الاراء ديالكم في لي كومونتير. بالنسبه للناس اللي كيخافوا من المرتفعات، شوفوا التليفريك راه ما كيمشيش بواحد السرعه كبيره، وما غاديش تحسوا بديك الخلعه. بالعكس، زوين زوين والله. الا تجربه زوينه انصحكم بها الا جيتوا لمدينه اكادير. الا جيتو في الصباح داك 11 12 الوحده كتكون الدنيا مخفه، ولكن الا خليتوه حتى العشيه كيكون زحام وتخاطيف. يعني خاصك تبقى تشد النوبه باش انك تطلع في التليفريك حتى لاكادير وفلا الفوق. لعشاق الجبال كاين هادو، تقدر انك تصور حداهم او انك دير دويره هنا فوق في اكادير وفلا. شوفوا تبارك الله المنظر شحال زوين. اكادير كلها كتبان، خصوصا مارينا ولا بلاج. زعما منظر فعلا غزال غزال بزاف. بالنسبه للبنات الا بغيتو تعيشوا الاجواء الامازيغيه، كاينين هنايا اللي كيكريو اللبسه السوسيه، فممكن انكم تكريوها وتاخذوا تصويرات وفيديوهات زوينين يبقاو عندكم كوم سوفونير على مدينه اكادير. عرفتوا دابا انا دوزت ساعه هنا الفوق في اكادير وفلا. المنظر زوين زوين ما سخيتش. دابا غادي نهبط باش نمشي لمارينا اكادير. اخويا باش ندير الحماس في الكوكبه في الكوكبه كاع خايفه نطيح لك لا ما تخافيش. من بعد هاد الجوله الزوينه الممتعه في التليفريك ديال اكادير، دابا غادي نمشي لمارينا. ضروري انا اللي جيت لاكادير خاصني نمشي لمارينا وندير جوله في الباطو. المهم انا ملي غنمشي لتما غادي نوريكم الاختيارات اللي ممكن ديروا. غنتكلم لكم على الاثمنه وكل شيء. غير هو الصراحه الناس اللي ما عمرهم ما جاوا لاكادير غادي ننصحكم تجيو ليها، لانها مدينه فعلا غزاله وكتستحق الزياره. مازال ان شاء الله في الفيديوهات الجايه غنوريكم دي بروغرام واعرين اللي ممكن ديروهم في هذه المدينه. حاطها دابا كتشارج راه مجمعه وكنص سميتو غنشوف عيط عليه هو. المهم ما تدوش على الموسيقى اللي سمعتوا، راكم عارفين حنا دوكا لا كيعجبونا النشاط والعونيات. المهم وصلنا لمارينا. مارينا راه ما بعيداش بزاف على البلاصه ديال التليفريك. المهم الا بغيتو ديروا دويره هنا في البحر في مارينا، كاين عندكم اختيارات. هذا اول اختيار هو سفينه القراصنه. بصراحه فكره زوينه ومميزه، ما غاديش تعيشوها في شي بلاصه اخرى. يعني فكره واخدينها من سلسله افلام الامريكيه اللي مشهوره. الثمن ديالها 150 درهم، وكيديروا لك دوره لمده ساعه وسط البحر. وعندك الاختيار الا بغيتي تلبس داك اللبسه ديال القراصنه بالسيف ودير تصاورات وفيديوهات زوينه.
شوفوا انا الراي ديالي الخاص، الا جيتو لمارينا اكادير نصحكم انكم ديروا دويره في هذا الباطو، غادي يعجبكم بزاف، يعني انا ديجا جربته وكانت تجربه جد ممتعه. الله دابا غادي نمشيو نديرو دويره في الباطو. المهم انا مبغيتش نركب ديال القراصنه لانني ديجا ركبت فيه. الناس اللي بغاو يشوفوا الجوله راه ديجا كاين الفيديو ديجا في القناه. غتكتبوا غير على صفاء الترابي سفينه القراصنه اكادير غيطلع لكم. المهم دابا انا بغيت ندير دويره في هاد الباطو هذا. المهم هاد الباطو هادو اللي كيكونوا هنايا كيكونوا سريعين اكثر. المهم رشقت لي عليه. شوف اختي يا بخا شكرا. هنا في الباطو ممكن تجلس هنايا لتحت حدا الكابيتان، وممكن انا كنطلع الفوق، وحتى الناس اللي باغيين ياكلوا ولا يديروا الكوتي هانتو راه دايرين لكم الطبيله ومحلقين لكم على الحاله. ماما ستي بعدا كتعرف الدار. اليوم ليلة الجمل فخطر ايوا سرح لي عويناتك وشوف هذا المنظر الزوين. اكادير ومبرده. الحاجه اللي عجبتني ان المدينه مبرده، ما كايناش داك الحراره رغم اننا في شهر 8، والنغمات الامازيغيه. وهنايا دزنا وحده سفينه القراصنه. عرفتوا واحد الاحساس زوين ملي كتكونوا وسط البحر. الا قلت لكم الثمن ديال هذا الباطو غادي يصدمكم. بالنسبه للاثمنه كاينين اللي باطو ديال 130 درهم البلاصه، بعد مرات كيكونوا كيكريو لا فامي، يعني كيكريو ب1000 درهم 1500 درهم. انا هذا الباطو هذا طحت فيه ب50 درهم، ما عرفتش كيفاش. المهم لقيته ب50 درهم البلاصه، لا غلا على مسكين. ركبت بدون تردد. الفيديو ديالنا وصل النهايه ديالو، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. درتو قصير خفيف ظريف، ولكن الجوله ديالنا في اكادير راه باقا ما سالاتش. اليوم اكتفيت لكم فقط بالتلفريك اكادير وفلا ومارينا اكادير، ولكن باقي بزاف البلايص ما يتشافوا هنا في مدينه اكادير. استنونا ان شاء الله في الفيديوهات الجايين اللي غندير لكم فيديو غزال في هذه البلاصه الغزاله دانيالاند، يعني اكبر اكوا بارك في المغرب. غنعطيكم التفاصيل المفصله المدققه عليه، وغادي نديكم لواحد البلاصه اخرى غزاله سميتها فيلا الليمون. عرفتو انا سطاتني حمقاتني، وانا متاكده غادي تعجبكم، وبزاف الناس ما عارفينهاش، كاينه في النواحي ديال اكادير. يعني جيت هواره زعما شي حاجه واو زوينه زوينه بزاف. حتى هي غنعطيكم التفاصيل المفصله المدققه عليها. باي باي. شحال من ايد بينو زويونين.
ما بكاو على ماماهم، ما قال لها